السلام عليكم ورحمة الله. طلاب الجيني في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكونوا في خير وعافية دايما يا رب. طلاب الشهادة الإعدادية، النهاردة ميعادنا مع الدرس الثاني اسم الآلة. هنشتغل مع بعض النهاردة اسم الآلة، وزي ما خلصنا مع بعض كده اسم الفاعل يا شباب، لا يلا بينا النهاردة نسمي الله ونتوكل على الله ونخلص مع بعض اسم الآلة ونفهمه ونحل عليه ونعمل ورشة عمل جميلة كده إن شاء الله للنحو، ونبقوا زي الفل بإذن الله تعالى. بص شباب، النهارده شباب هنتوكل على الله كده ونبدأ مع بعض نشتغل مع بعض اسم الآلة. بس أنا هعمل معاك واجب الأول قبل ما نستخدم اسم الآلة. تعالى كده مع بعض ندردش في درس قديم في تانية إعدادي، الميزان. تعالى نتعلم نوزن إزاي. بص شباب، لو أنا مثلا جبت لك كلمة زي كلمة مبرد، حلو كده، وقلت لك انا عايز وزنها. عايز ايه؟ وزنها. اعمل الخطوات اللي هقول لك عليها وفكك من شغل المكعبات وايه والبازل اللي احنا كنا بنلعبوه ده. قال لك مبرد، هات منها الماضي. هو الماضي من المبرد ايه؟ با يا مستر هو انت فاكك ليه؟ ايوه انا عايزك تفكها. فكها لي كل حرف لوحده. د وحط تحتيها كلمة فعل. ف عين لام. يبقى الخطوة الأولى أنا بجيب إيه يا شباب؟ الماضي، وأبقى مفككه وأحط تحتيه كلمة فعل بالظبط كده. أطلع للكلمة الأساسية. ده حرف إيه يا بابا؟ قال لك ده حرف الميم. موجود؟ قال لك لا، نزله مكانه مرتين، يبقى الميم تنزل وتنزل. ده حرف الباء موجود، الره موجود، الدال موجود. جمع آخر واحدة تحت هيطلع لك الوزن بتاع الكلمة. ولو جيت قلت لك كلمة زي كلمة غسالة، الخطوة الأولى هات الماضي مكون من كم حرف؟ 3. يبقى الماضي منها غسالة. أحط تحتها كلمة إيه؟ أيوة سامعك، كلمة فعل، الله ينور عليك. يبقى في عين لام. ثم بعد ذلك يا شباب أبتدي أنزل الحروف اللي ناقصة. بمعنى إيه؟ الغين موجودة، السين موجودة، الألف مش موجودة، أنزلها كم مرة؟ مرتين. طب التاء مش موجودة، أنزلها كم مرة؟ مرتين. جمع هيطلع لك وزن الكلمة فعالة. حلو الكلام؟ واحدة كمان يا مستر مؤمن، عندك كلمة زي كلمة حاسوب. الماضي من حاسوب إيه؟ حاسبا. يلا فنط. حاسبا. فعلا. انزل الحروف اللي ناقصاني. الحاء موجوده، انزل الالف مرتين. السين موجوده بس الواو مش موجوده، انزلها في مكانها كام مره؟ مرتين. جمع اخر كلمه تحت يطلع لك الوزن بتاعك كفاعول. تمام يا شباب كده؟ يبقى انا عشان اوزن صح اعمل الطريقه دي، سهله وبسيطه واحسن من ايه؟ من المكعبات والكلام ده. يلا بقى بينا نتوكل على الله ونخش على درسنا ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. بقول لك ايه، الدرس بتاعك يا بطل اسمه اسم الآلة. واحد يسألني ويقول لي يعني ايه اسم آلة جيني؟ اقول له بص يا باشا، حضرتك النضارة دي انا عشان اشوفك بيها كويس لابسها، يبقى دي آلة انا بستخدمها، يبقى دي اسم آلة. القلم حضرتك اللي انا بكتب بيه ده عشان اكتب بيه على السبورة وانا شغال، يبقى ده اسم آلة. حضرتك ماما وهي بتغسل في الغسالة، هي اسم آلة. حضرتك بتبردي ضوافرك، اسم آلة بالمبرد. يبقى هنا يا شباب كل كلمة أنا ممكن أستخدمها هي اسم إيه؟ آلة. يبقى باختصار اسم الآلة أي حاجة بيستخدمها الإنسان، أي حاجة بيستخدمها الإنسان. الله ينور عليك. ولكن يا شباب قسمناهم لحاجتين. عندي اسم آلة قياسي، وعندي اسم آلة سماعي. اسم الآلة القياسي ليه اسم تاني بيقولوا عليه مشتق، وبيقولوا عليه كمان غير جامد. أما السماعي بيقولوا عليه غير مشتق وجامد. المهم سيادتك تبقى فاهم وعارف إن ده لوحده وده لوحده. يعني مستر مؤمن لو جالي قال لي عايز اسم آلة قياسي هو المشتق هو الغير جامد، قال لك طب لو قال لك سماعي هو الغير مشتق هو الجامد، قال لك المهم بقى تفهم نقطة، ان القياسي والمشتق والغير جامد له وزن. له ايه يا شباب؟
وزن. اما السماعي والغير مشتق والجامد قال لك ليس له وزن. ليس له ايه؟ وزن. سمي الله، نتوكل على الله، يلا نخش على درسنا ونفهم الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه ابتدي لك بيها ابطال هو القياسي اللي ليه وزن. القياسي اللي ليه ايه؟ وزن. قالوا لي يا جماعه ان اسم الاله عندي وزن قديم ودول عددهم 3، وعندي وزن حديث وده عدده 4. ايه الاوزان القديمه؟ يلا نغناها مع بعض كده، قول معايا: مفعل، مفعال، مفعله، مفعل، مفعال، مفعله، مبرد، منشار، منقاله. مبرد، منشار، منقله. يبقى ده اسمها اوزان قديمه. اوزان يا شباب قديمه. يلا مفعل، مفعال، مفعله، مبرد، منشار، منقاله. مفعل، مفعال، مفعله، مبرد، منشار، منقاله. طب عندك الوزن الحديث ايه؟ زي ايه يا مستر مؤمن؟ قال لك ايه؟ الفاعول طلع حاسوب، الفاعول طلع حاسوب، والفاعله ساقية، والفعالة غسالة، والفعالة خزانة. يبقى عندي وزن قديم وعندي وزن حديث. أوزان قديمة 3، مفعل، مفعل، مفعلة، مبرد، منشار، منقلة. أوزان حديثة 4 أوزان: الفاعل طلع حاسوب، والفاعلة ساقية، والفعالة غسالة، والفعالة خزانة. ده حبيب قلبي الاوزان سواء قديمه او اوزان حديثه، يعني ده الايه يا باشا؟ القياسي. اتفقنا؟ يلا بينا نسمي الله ونفهم الدنيا ماشيه ازاي اكتر واكتر. دلوقتي شباب لو انا عايز اتاكد كلمه زي كلمه منشار، كلمه زي كلمه ايه؟ منشار، ده اسم آلة لانه يستخدم، صح كده؟ النجار بيستخدم الايه؟ المنشار، اسم آلة. الله ينور عليك. عايز وزنه باشا، اعمل زي ما كنا بنوزن. الماضي منها ايه؟ نشر، فعل. نزل الحروف اللي ناقصه. يلا بينا. حرف الميم مش موجود، انزله كم مره؟ مرتين. النون موجود، الشين موجود، الالف انزل، الراء موجوده. اذا ده على وزن ايه يا جماعه؟ مفعال. ده وزن قياسي. وزن ايه يا جماعه؟ قياسي قديم كمان. امال بقى مستر مؤمن ايه هو بقى السماعي؟ قال لك بكل بساطه السماعي ملوش وزن عندي من السبعه. زي اما اجي اقول لك كلمه قلم، زي اما اجي اقول لك رمح، زي اما اجي اقول لك سيف. الكلمات دي كلها ملهاش اوزان عندي. ملهاش اوزان ايه عندي؟ لان القلم اساسا من 3 حروف. ما انا اقل وزن عندي كام؟ 4. مفعل 4 حروف، صح كده يا شباب؟ يبقى اذا ده سماعي ليس له وزن. حضرتك بتحفظ ال7 اوزان، لو عملتهم لقيتهم قدام عينك يبقى ده قياسي، ما لقيتهمش يبقى ده سماعي. اتفقنا يا شباب؟ صلى على رسول الله. يجي بقى في الامتحان يقول لك يا باشمهندس ركز شويه، يجي يقول لك المنشار عايز فعله، قول له نشر. اما اجي اقول لك المبرد ده برد. لما اجي اقول لك مثلا على سبيل المثال غساله، قول له غسل. طب ايه رايك بقى نعكس الكلام، يجيب لي هو الفعل اديله انا اسم الايه؟ الاله. يلا بينا مع بعض كده. كوى. حضرتك قول لي الاله اللي بتستخدمها في الفعل، انت بتكوي بايه؟ برافو عليك. قال بالمكوى، يبقى المكواه. حضرتك شوى، انت بتشوي بايه؟ محدش يقول لي مشواه، اسمها شوايه. اسمها ايه يا شباب؟ شوايه. خزنه، بتخزن في ايه؟ في الخزانه. تمام كده؟ حضرتك مثلا برد، بتبرد بايه؟ بالمبرد. طب صعد، بتصعد بايه؟ بالمصعد. صح كده؟ يبقى بتجيب لي الاله اللي انت بتستخدمها فيها. تمام يا شباب كده؟ ويبقى كده يا جماعه اتكلمنا عن القياسي واتكلمنا عن السماعي. طب ايه رايك بقى اربط لك الدنيا ببعضها شويه؟ ازاي؟
دخلت الساقية بالماء ويستخدم الفلاح الساقية. صلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واجي اقول لك بقى في الامتحان بين نوع المشتق. باشا انت خدت نوعين، خدت معايا اسم الفاعل وخدت اسم الآلة. اسم الفاعل اسم بيعمل فعل، اسم الآلة حاجة بيستخدمها الإنسان. لو بصيت في المثال الثاني يستخدم الفلاح الساقية اللي بيستخدموها فين؟ في الحقل دي. يبقى إذا دي اسم آلة. طب دخلت الساقية بالماء، هنا المقصود بكلامي ان الساقية دي حد انسان دخل بالمية عشان يشرب الناس. يبقى في الحالة اللي زي دي قامت بفعل، يبقى ده اسم ايه؟ فاعل. عشان لو قال لك بين نوع المشتق انت خدت معايا اسم الفاعل واسم الآلة. وده سؤال بسيط كده ربطنا بيه الدنيا بين اسم الفاعل وبين اسم يا شباب الآلة. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يكون اسم الآلة بقى بسيط وسهل معاك كده وتعرف تحله بسهوله وما معكش معايا اي مشاكل فيه ان شاء الله. كان معكم استاذ مؤمن الجيني، استاذ اللغه العربيه في محافظه الاسكندريه. ابطال الجيني في كل مكان، عايزكم تبقوا ابطال بجد. كون قائد حلمك مع استاذ مؤمن الجيني. انتظروا ورشه العمل ان شاء الله ونحله مع بعض ونحله الدنيا مع بعضنا كلها ونبقى زي الفل. اشوفكم على خير.